السلام عليكم، وش راكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي. أنا راني بخير والحمد لله، يسقسي عليكم الخير والهنا. إذا بنات كيما شفتوا في الفيديو قبل ما نروحوا نوري لكم واش خيطت للعرس، حبيت نشارك معكم هذا البارفان اللي على قد ما سمعت عليه تحمست اني نجربه صراحة. يعني لقيته كيما سمعت عليه، يعني كيما كانت الناس تمدح فيه صراحة، عطر رائع. دوك نحاول كيفاش نشرح لكم الريحة تاعو. اولا هو يتكون من 3 مكونات، يعني كي ندخلوا للسيت تاعهم نلقاو بلي المكونات تاعو 3: الياسمين والخشب والعنبر. بصح يعني تشكيلة مدت واحد الرائحة تهبل. هو عطر فخم ثقيل، بصح ماشي ثقيل هكا يغم، يعني تحسوه فوحان تاعو قوي، ولكن هكا من العطور نحسها باردة شوية، تميل للبرودة، ماشي ذيك العطور الدافئة. كي تشميه للوهلة الأولى تحسيه يشبه شوية الكراميل، رائحة تاعو تشبه شوية الكراميل، تشبه شوية يعني هو فيه العنبر مع الياسمين، بصح ماشي ذاك كي نقولوا العنبر نحسو هذاك الريحة اللي تخنق وقاوية. شوفوا هو ماشي تاع صيف، ما نصنفوهش تاع صيف، وماشي تاع شتا باسكو بارد هكا شوية، ماشي دافئ بزاف. نقدروا نقولوا عطر خريفي، ويصلح للمناسبات، يعني عرس، عندك سهرة، عندك مناسبة، باسكو هو فخم يمد فخامة. ومن أكثر الكلمات اللي عجبتني في وصف هذا العطر لما قالوا هو بارفان غامض، صح، يمد واحد الغموض، يعني فخامة وغموض في نفس الوقت. ننصحكم به، ودايما نقول لكم شموه قبل، باسكو مسألة أذواق، ممكن ما يعجبكمش. هنا كما راكم تشوفوا بنات راح نشارك معكم القندورة اللي خيطتها، نقدروا نقولوا قندورة، نقدروا نقولوا غوب كافتون. المهم دوك نوري لكم كيف خيطها قبل ما نعد لكم الحلة النهائية وكيفاه جات مع الاخر. نرجع بكم شوية للوراء ونوري لكم الكواليس كي كنت نخيط فيها. هنا كما راكم تشوفوا بنات القماش درت كراب ميلكا، تسمى يبقى هكا مليح، يعني واقف وحده مليح وبارد في نفس الوقت وصحيح. هنا كما راكم تشوفوا الرشمه هذيك تاعي درتها في النيلو نورمال وراح نكالكيها. الكالك خيرت هذا الصفر، ما بغيتش ندير هذوك الكحل والبلو نوي خمجوا لي القماش، خيرت الصفر، ولكن صراحه ما يديرش، يعني كالكيت كملت لقيته ما يبانش نهائيا. وليت واش درت، حطيت النيلو هذاك تحت القماش، يعني الكتف عند الكتف، الرقبه عند الرقبه، يعني كل شيء في بلاصتو، وحكمت بالنقابيات باش ما تتعوجليش الرسمه. وبما انه القماش بيض ويعني يبين وليت عاودت من فوق بقلم الرصاص. هنا كما راكم تشوفوا بنات راح نختم بالسمسم تاعي، نخيروا البراء رقيقه تاع السمسم. هذا السمسم بنات يسموه الكاسي، الكاسي في الحر، انا خيرت في الحر. وشوفوا ننصحكم بنات كي تبغيو تخدموا، خاصة الخدمة اللي فيها هكا تكسري فيها راسك والاخر موديل شارجي والرشمة شارجي، خدمي بالحر. هو صح زايد شوية في السومة بصح ماشي حاجة كبيرة، لانه كي تخدمي بالسمسم ماهوش في الحر، ديجا كي تعودي تخدمي فيه تشوفي البريون هذاك في صباعك، تما هذاك كامل طار، اللمعة نتاعو كامله راح. ومن بعد كي تقارني اللي مازال في الساشي مازال ما خدمتيش به راهو يلمع، واللي راهو في القندوره ما يلمعش. وخلينا بعدا كي تتغسل وكي تتخبى تما يروح نهائيا، تعب هكاك بلا فايده. هنا ديتها ورحت للحانوت اللي تبيع الحوايج تاع الخياطه باش نخير لها هذوك الجواهر. الحانوت هذه جايه في حمله طروا، الناس اللي تسكن هنا في حمله طروا راهي مقابله الحديقه تاع لادوز، عندها حوايج ما شاء الله. انا بغيت هذه الجواهر بغيتهم في الحر. هنايا رحت باش كيما تكونيش مديسيديه اللون نتاعي تخيري، انا رحت مديسيديه اللون هكاك ودي فوت تغيب لك شويه. هنا كيما راكم تشوفوا الحجره هذه ولا الجوهره هذه في الحر يعني قزاز، والسيبور هذاك تاعها نحاس، يعني الحر تاع الحر. دوك نفهمكم في الفرق. الحر هذا دوك نرجع لكم الحر، نوري لكم صح هذه المرايات هذو يتباعوا عند الناس اللي تبيع الحوايج تاع الخياطه. هنا كيما راكم تشوفوا بنات فوقهم بلاستيك هذاك ويتنحى باش تولي مرايه يعني تلمع. ساعات نشوفهم في موديلات هكا في لي بوتيك هكا في حوانت، ما نعرف ما تولهوش لابسه هذه، زعما يكونوا ما تولهولهاش ما نظنش. ممكن قصدهم كي تشريها ونحي، ممكن هكا قصدهم. المهم المرايات هذو
كاين في الذهبي، كاين في الارجنتي، كاين حتى شفتهم في الاخضر في الاحمر، يعني ممكن الالوان كامل متوفره. هنا كيما راكم تشوفوا بنات، هذه الحجره لا كولر تاعها راهي مش غامقه للدرجه هذه، راهي افتح برك الاضاءه ما تخرجلش اللون سوا. قلت لكم الحجره هذه في الحر تتباع ب 15 للحبه، واللي ماهيش في الحر ب500 فرنك للحبه. وش هو الفرق؟ الاخرى بلاستيك وتتضبب وتتقشر، بصح هذه قزاز، بصح لو كان طيح لك راهي تتكسر، تما ديري حسابك. والحاجه الثانيه السيبور هذاك لتحت ولا هذاك الحامل المعدني اللي جاي تحتها، هذه في الحر ما يروح ما يجي، بصح الاخرى اللي ماشي في الحر راح يطلق الكحوله في القماش، يعني قادر ما تلبسيهاش اصلا، برك تخبيها في الخزانه يطلق الكحوله في البلاصه يعني تحت هذيك الجوهره، ويطلق الكحوله في البلاصه يعني تاع القماش اللي حطيتيها فوقه لما طبقتيها، يعني تجبديها تلقيها مطاشيه. فهمتيني؟ هنايا بنات، هنايا كنت استعنت بهذيك اللصقه لين نخيطوا بها لين نلصقوا بها السدوره تاع الوهراني. علاش درتهم باللصقه؟ انا اللصقه مش حنعتمد عليها، من بعد راح ندور كامل عليهم بالبرا والخيط نخيطهم مليح. استعنت باللصقه هذه باش كي نعود نخيط فيهم ما يهربوليش من بلايصهم ويتعوجوا لي، يعني نحطهم هكا نعاون روحي باللصقه نبلاصيهم في بلاصتهم مليح. ودرت حاجه هكا، ديري اي حاجه بين القماش اللي الفوق واللي لتحت باش اللصقه ما تهبطش لتحت، يحكموا بلايصهم مليح، ومن بعد نعاود لهم بالبرا والخيط. هنايا تربعت في الارض باش نخدم هذو لي بلي تاع الذرعين، لي بلي هذو درتهم هكا بالنقابيات، ومن بعد نلصقهم هكا باش زعما هكا باش تقدري تلصقيهم. صراحه لو شار نتاعها كل موديل هذاك يعودوا الذرعين فيهم لي بلي من فوق ويكونوا ماشي طوال بزاف، سما 3 كار. هنا كيما راكم تشوفوا بنات، شوفوا اللون الحقيقي بلا الفلاش تاع التليفون، شفتوا؟ وكي ندير الفلاش كيف يرجع. هو اصلا يعني الجوهره هذه جايه اسمهم لازر. وش معناها لازر؟ يعني تتلاون، كي تهزيها وتبقاي تحركي فيها يتبدل اللون. هي جايه غالب فيها الاخضر وفيها شويه الازرق وشويه الصفر، حاجه قليله، من الاكثريه خضر وفيه شويه الازرق. هنا كما راكم تشوفوا بنات الخط هذاك راهو باين، ودركا نروحوا نمشيو معاه بالسمسم. هنايا السمسم بنات حساب، ديري الحساب اللي حبيتي، انا درت 4 ونهبط بزوج حبات. المهم انك كي ديري الحساب، يعني الحساب الاول خلاص تبديتي به نفسه اللي تكملي به باش تجي باهيه ومنظمه ومرتبه، ومن في العين هكا ما تبانش مخلطه ومخربشه. فهمتيني؟ يعني حاولي نفس ماشي حاولي، لازم عليك تكملي نفس حسابك تفزديها. انا كيما راكم تشوفوا بنات ما كنتش درت لافيزلين، الناس اللي ما عرفت تخيط وتطرز هكا باليد لافيزلين هي مهم واحد الطبقة هكا رقيقة كأنها قماش، تشبه القماش، رقيقة وتلصق، يعني نديروها من تحت ونحددو باش تجي الخدمة صحيحة هكا واقفة. ولكن أنا القماش تاعي صحيح وكي نخيط يعني مانيش نشد بزاف، لانك لو كان كي تخيطي تشدي بزاف حتى ولو شديتي في وحده برك وتكمشت راح يجي السطر كامل ولا الخط كامل مكمش. هنا كما راكم تشوفوا الحاجه المليحه بنات في اللصقه هذه انه ما تقفلش الثقب تاع الجوهره وتقدري تخيطيها من بعد نورمال. كي تستعملوا هذيك اللصقه تاع البيستولي هذيك اولا في ساعه تشيح، تسمى لو كان تغلطي في البلاصه تميليها ولا ما تقدريش تعدليها ما تحطيها تشيح. هذه لا هذه تاخذ مده باش تشيح، تسمى اونكا غلطتي ولا تقدري تحركيها من بلاصتها تعدليها. والحاجه الثانيه انه ما تثقبش، ماشي ما تثقبش، ما تقفلش الثقب تاع الجوهره، يعني من بعد ورا ما تشيح مليح هزي البرا وخيط وعاودي عليهم نورمال. انا كيما راكم تشوفوني ما بغيتش نفرصيها بزاف، لانه البرا رقيقه تاع السمسم، كي خيطت الجواهر ما بدلتش البرا، خيطت بنفس البرا، ولكن هي راهي ما تقفلش الثقب. لو كان انا درت اللصقه تاع البيستولي البرا ما تفوتش اصلا. كيما راكم تشوفوا بنات شكون اللي يستمتع بالحوايج هذا؟ خدمتها وكل شيء وفكر راني نخدم في المونتاج راني شغل توحشت كي كنت نخدم فيها. صراحة الخدمات هذو بنات تخدمها غير اللي تحب هذا المجال، تحب هذه الإبداعات، تحب هذا الفن، تحب باسكو حاجة كي ما تحبيهاش ما تقدريش ديريها. كاين بزاف ناس كي تشوف حاجة كيما هكا ممكن تتحمس، تروح تجيب الخيط والسمسم وكل شيء، ما وقادر حتى تبدا هكا تخدم شويه بصح من بعد ما تكملش. علاه؟ لانه
الشغف يكون مع الحاجة اللي تحبيها. كي تعودي تحبي هذه الخدمة تستمتعي، كل ما هو فن وإبداع وخدمة اليد نحبها. كي تعودي تحبي الحاجة اللي كي تخدمي فيها تستمتعي، ما تدي الوقت وكل شيء وهي متعبة. سمسم متعب، لازم تخدمي تما، تمدي الراحة لروحك. لو كان تبقاي نهار كامل وانتي قاعدة عليها توجعك رقبتك، يوجعوك ذرعيك، صباعك، بصح لازم تمدي الراحة لروحك. وكي تعودي تحبيها والله ما تحسي بالوقت. هنا كيما راكم تشوفوا بنات كي ندور ونخيط مليح ونحس روحي راني نحكي معاها، راني نستمتع. شوفوا الحاجة كي تعودي تحبيها زي هنا كيما راكم تشوفوا. نعاود الخياطة مليح، نشد مليح في نفس الوقت كيما راكم تشوفوا، ما نزيرش حتى نتتكمش هكا باش تجي صحيحة. ماشي كي نقول لك ماشي كي نقول لك صحيحة كي تبغي تغسليها تلوحيها في الماشينة. لا لا، حوايج هذو بنات يتغسلوا باليد، ومشي كيما تغسلي الحوايج الاخرين، سيسيها وكي تعصري ماشي تعصري هكا تزيري حتى يطرطق الخيط يتقطع، يعني سيسي الخدمة تاعك. هذه الامور تبغي انك تسيسيها. حنا كيما راكم تشوفوا بنات وصلنا لوقت الماشينة. انا صراحة ما عنديش سورجي، يعني ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يسهل يا ربي ونشري ماشينة تاع سورجي، ولما لا. الانسان ديما يحب انه ثم يكون طموح، يحاول انه يطور من روحه. ان شاء الله كي تكون عندي الماشينة تاع سورجي يعني راح تكون الخدمة مفينية اكثر، يعني حتى هكا راهي مفينية على قدر المستطاع، ولكن مع الماشينة تاع السيرجي خير باش ما يخرجوش هذوك الخيوط وبزاف امور. هنا كيما راكم تشوفوا بنات راح ندير الكفة التحتانية ونزيد ندير الكفة هذيك تاع الشقة لانه من تحت فيها شقة. ومن بعد بنات راني نعاود لها بالحديد، يعني نحددها مليح. شوفي كي يكون عندك حديد مليح ويعني تحددي مليح راهو يزيد النص في الخدمة. هنا كيما راكم تشوفوا بنات الكفة تاعي كيما راكم تشوفوا، يعني قيست الطول وكل شيء، كفة صغيرة فقط. وهذه هي قلت لكم كي تزيدي تعاودي لها بالحديد، يعني كي تحدديها مليح تجي واقفة وحدها. خايله بالنا الحديد قد ماشي فيني الخدمة تاعنا. ومن بعد قلت لكم بنات كي درت الشقة، يعني درت لها الكفة هذيك للشقة، ندور معاها داير ساير، يعني ساير داير مع الشقة هذيك بالسمسم، يعني نفس الحساب نفس كلش باش يجي الخط كيما في الذرعين كيما في الصدر كيما لتحت نفس الحساب. هنا كيما راكم تشوفوا ندير 4 حبات في الخيط، ومن بعد نميل بنفس الزاوية هكا عيني ميزاني، تسمى الميلة الأولى نفسها اللي نبقى نميل بها من بعدها. ومن بعد كي نلوح الإبرة من تحت نلوحها نحاول إنه قدام السمسمات هذوك في النص تاع زوج سمسمات، يعني نهبط بزوج كأني كل مرة نهبط بزوج نهبط بزوج، فهمتيني؟ إذا درتي مثلا 5 حبات كل مرة أهبطي بوحدة أهبطي بوحدة راح يجي الخط عريض على هكا، وأنتِ حرة. يعني كل مرة، يعني ماشي كل مرة، كل وحدة تخير الحساب اللي حباتو، المهم نفس الحساب تاع الأول كملي به للآخر. وراكي لو كان تميلي وحدة برك ميلة غالطة، وكان تغلطي في وحدة برك راهو الخط كله راح يفسد. راكي شوفي تميلي وحده ديري الميله تاعها غلطه، من بعد اللي من وراها تحاولي تصلحي اللي قبلها، واللي من وراها تحاولي تصلحي اللي قبلها، واللي من وراها نفس الشيء تحاولي تصلحي اللي قبلها، تلقاي روحك تمشي وتروحي في اتجاه واحد اخر، تسمى لازم تنحيهم كامل وتعاودي. على هذيك نقول لك كي تخدمي خدمي بتركيز باش ما تفسدلكش. وصراحةً كاين بزاف خياطات اللي ما تحبش تخيط الكاسي، تقول لك الكاسي غالي ويدي الوقت، يعني هو ماشي غالي بزاف بصح يعني موش حاجة تاع السوق، يعني يقول لك كي نشري حاجة في الحر وندي معاها الوقت هذا كامل بشحال راح نبيعها، فهمتوني؟ هنا كيما راكم تشوفوا بنات، شوفوا الخدمة كي تعودي تشتيها. يعني بكل حب. هنا كيما راكم تشوفوا ما نديرش العقدة هذيك جوست ورا السمسمة، شوفوا نعاود نطلع بالخياطة بشوي 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 الفوق وندير العقدة هذيك تاعي، باش لو كان تحكم فيها حاجة السمسمة هذيك اللي تحت تحكم فيها حاجة ولا ما تتجبدليش ما تترخفليش، وكي تترخف رانا خدمنا بخيط واحد راهو كل شيء عاود يفسد. هنا كيما راكم تشوفوا بنات نديروا العقدة هذيك صحيحة، يعني الخياطة هذيك صحيحة يعني متينة، وفي نفس الوقت ما نجبدوش بزاف الخيط نزيروه باش القماش تاعنا ما يتكمش كيما راكم تشوفوا. هنا نحاول انه هكا
كل ما ندير نفدة ولا ندير الخيط هكا في القماش نحط عليه صبعي هكا ونعدل شوية باش ما تكمشليش، لأنه قلت لكم لو كانت تكمش لك في بلاصة وتكملي راح لازم تنحي كلش تعدلي التكميشة هذيك الفوقانية، لأنه الخط ماهوش راح يتعدل وراح تبقى هكا مزعجة في العين باينة فيها ديفو، تولي تبان معوجة تولي تبان، فهمتوني؟ هنا كيما راكم تشوفوا بنات رحت للجهة تاع الشقة الأخرى، هي فرد شقة فيها طرف منا وطرف منا، دوك راني في الطرف الأخير، واحد الشعور الشعور كي تكوني ديري في السمسمة الأخيرة تحسي بحلاوة الإنجاز أنا كيما راكم تشوفوا بنات خلاص كملتها الحمد لله. دوك تشوفوا الحلة النهائية تاعها، هنايا نعاود بنفس الشيء نطلع بشوية 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 مع هذاك السطر ونخيط وندير العقدة هذيك. شوفوا بنات أي وحدة تقدر دير سمسم كي تحطي بالك برك، وشوفي كي تبداي تسمسمي مش شرط تشري السمسم الكاسي في الحر وكل شيء، شري أي نوع بسيط وجربي في أي قماش كي تمشي يدك تقدري ديري قندورة. هنايا دوك نوري لكم، دوك نهضر لكم على هذا الحزام ونعاود نرجع نقول لك الحزام هذا حزام عادي وفي الاخر يعني من نفس القماش، وفي الاخر درت له هذا الشراشب هذا تاع السمسم كيما راكم تشوفوا. بصح انا مادام عندي عرس مانيش راح نلبسها مع الحزام هذا، بغيت نلبسها مع محزمه يعني تجي اكثر فخامه. هنا كيما راكم تشوفوا بنات قلت لكم كي تبغي ديري سمسم اشري اي نوع تاع سمسم، ماشي شرط هذا الكاسي في الحر، اشري اي نوع تاع سمسم ورسمي اي رسمه في اي طرف تاع قماش وبداي جربي 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 كيما الغرزة هذه اسمها غرزة الساق. فتشي برك شوفي في اليوتيوب شوفي مكتوب غرزة الساق وشوفي كيف تستخدم وحاولي جربي 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 حتى تمشي يدك مليح، ونهار كي تمشي يدك مليح تسمى صاي راكي قادرة ديري قندورة، تبداي في القندورة تاعك هكاك وما توثقيش بزاف في يدك مادام مازلتي مبتدئة، ما تبدايش ديريكت في الصدر تاع القندورة اللي يجي مقابل، ابداي إذا فيها الظهر إذا كان طرزة في الظهر ابداي مثلا لتحت، ابداي على الذرعين، راح تحسي روحك ما بين ما توصلي للصدر ولا للرشمة تاع الصدر تحسي روحك وليتي متمكنة أكثر، فهمتيني؟ وبشوي بشوي ودائما القندورة الثانية خير من الأولى والقندورة الثالثة خير من الثانية، هذه حاجة باينة وتسمى هذه قاعدة ثابتة، ديما كل ما تخدمي بزاف كل ما تتقني الخدمة تاعك أكثر، فقط لازم تكوني تحبيها. هذا ما كان. هنا بنات نكون وصلنا تقريبا لنهاية الفيديو، مش تقريبا صاي وصلنا لنهاية الفيديو، نتلاقاو في الفيديو القادم بإذن الله راح يكون فيديو هايل، انتظروني في أمان الله.